زكية الغبية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. صباح الخير يا ست زكية، صباح القشدة والمهلبية. عاوز ايه يا بلية؟ يا سلام على طبع حضرتك، هو في ناس زوجة ترد على بعلها بالشكل ده؟ ايوه في يا سعطية، في كتير قوي. ايوه بس ده ما يصحش، الزوج برضو له احترامه يا زكية. ايه زوج؟ ايوه. وانت فاكر نفسك جوزي بصحيح؟ جوز العاطل اللي ملوش شغل يبقى جوز ازاي يا عطية؟ انت عارف كويس لولا البيت ده ملكي وساكنين فيه ومأجرينه للناس كنا شحاتنا من زمان انا وبنتك حسنات ومشينا في الشارع نقول عشان عليك يا رب. يا ساتر يا ساتر، هو انت ما تبطليش الاسطوانة دي ابدا؟ هي ايه الحكاية؟ انت حالفة لا تسمعها لي كل يوم يا زكية؟ ان كان عاجبك ولا لا؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ولا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا راجل قلت لك 100 مرة بطل شغل الكهانة ده. انت ايه بتقرا عليا؟ يا اخي ده بعدك قوي يا سعطية. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم يا ستي شوفي لي دلوقتي جنيه يا زكية. ايه؟ نعم. جنيه؟ ايوه. بتقول ايه؟ ايوه جنيه. ايوه جنيه واحد علشان عاوز اشتري دمغه واكتب طلبات اقدمها يمكن الاقي شغله. عاوز اشتغل بقى يا زكيه، متضايق من قعدتي. الله. تشتغل فين يا عطيه؟ ما كنت بتشتغل ورفدوك، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا ست، ما نسيتش كمان انك السبب في رفدي. كنت صراف غلبان وكل يوم تقولي لي هات يا عطيه، جيب يا عطيه، هات يا عطيه، وان ما سمعتش كلامك تشغلي لي نكد لحد ما قلبت عقلي يوم وخدت الفلوس. فلوس ايه؟ 5 جنيه العمر. قال على رأي المثل لو سرقت تسرق جمل. وانت سرقت كتكوت يا عطيه، كتكوت. ايوه كتكوت وخدت جزائي. المهم دلوقتي بقى شوفي لي الجنيه. يوه انت لسه ما نسيتش الحكايه دي؟ اجيب لك منين وانا قاعده على بنك؟ يا ست زكيه ما يصحش. بس ولا كلمه يا ست زكيه، انا محتاج للجنيه. اسمع اما اقول لك. نعم. انت عارف اعصابي، اعمل معروف ابعد عني. طيب هلا عني. طيب اتهوى يا عطيه. ما عنديش فلوس يا عطيه. حاضر بس ما تزعليش نفسك. هتهوى، انا هتهوى يا زكيه. حسنات شوفي يا بنتي مين اللي بيضرب الجرس. حاضر يا ماما. الله، دي خالتي سعدية وسي دبور. الاستاذ دبور من فضلك. ازيك يا حسنات؟ اهلا وسهلا ست سعدية، اتفضلوا. اهلا وسهلا. ازيك يا دبور؟ وحشتنا. اهلا بيك يا ست الكل، يا ريحه الورد والفل. والله انا اول سعديه ما قالت لي ست زكيه عايزاك جيت جري معاها على طول. ايوه النبي يا ست زكيه، ما صدق ان انا قلت له الست زكيه عاوزاه. وهو يقدر يتاخر؟ ابدا. اتاخر ازاي؟ انا اقدر. الوقت اقعدوا بقى انتوا الاثنين. وانت يا حسنات روحي اعملي قهوه واقفلي الباب ده وراكي. حاضر يا ماما. مش عاوزه حد يخش علينا. ايه في جلسه ولا ايه؟ ايه ايوه والله زمان يا جلس. مدام مفلسه ومحتاجه لفلوس نبقى لازم نعمل جلسه ونشوف حاجه نعملها. اهو كده الكلام يا ست زكيه. فارم عليكي يا ست زكيه. والله الواحد حن للشغل. اصل انا كنت وكيل محامي قد الدنيا، لكن الحكم بقى اللي صدر ضدي. هو حكم واحد يا دبور؟ دول 3 وغيرهم عندي. يا ستي انا ما قلتش حاجه، انا خدامك يا ست زكيه. 3 اعمل ايه؟ خلاص اسمعوا، انا عندي فكره جاهزه تجيب لنا قرشين وتفرفشنا. قلتم ايه؟ نعمل جلسه، لازم جلسه.
يا ست عدلات، انا جايه لك من طرف الست زكيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وازاي الست زكيه؟ كان نفسها تيجي لكن مشغوله قوي، قالت لي روحي بنفسك قولي لها تشرفنا بكره علشان عيد ميلاد حسنات. كده كل سنه وانتم طيبين. حاضر، حاجه ضروري انا وبنتي. طبعا ضروري تيجي، والوقت سعيده بقى. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، حكمتي بصراحه دخلتي قلبي وباين عليك ست كبيره ومحترمه. العفو العفو. في ايه يا ست سعديه؟ في ايه يا ست سعديه؟ بصراحه انا يهمني انك تكوني قاعده في الحفله وراسك مرفوعه انت وبنتك. طبعا طبعا، بس انا مش فاهمه يا ستي. بصراحه ست زكيه عامله حفله هاتله، ذبحه فيها 3 خرفان و40 ديك رومي. يا سلام. 35 وزه و40 معزه. يا سلام. 5 عوالم و3 مغنيين و6 رقصات. يا سلام، قد كده؟ امال واكتر. وعلشان كده يصح انك انت تحضري ومعاكي هديه قد مقامك ومقام بنتك يا ست عدلات. علشان حسب ما انا عارفه كل المعازيم هيجيبوا هدايا. لا اطمني يا اختي اطمني، ده انا لازم اجيب هديه محدش جابها. ليه؟ هو انا اقل من مين؟ اطمني يا ست سعديه، لازم اجيب هديه. بنتي يا حسنات. نعم يا ماما. نعم يا ماما. قومي البسي فستانك الجديد وسرحي شعرك عشان في ضيوف جايين عشانك النهارده. ضيف علشان انا؟ ايوه النهارده عيد ميلادك يا حبيبتي. عيد ميلادي؟ ازاي يا ماما؟ ده عيد ميلادي فاضل عليه 8 اشهر. بقول لك عيد ميلادك النهارده يبقى النهارده. وده معقول بس يا زكية؟ بس انت ما تنطقش الا لما اقول لك. ازاي بس؟ واحدة مولودة في ديسمبر يتعمل عيد ميلادها في ابريل؟ يا راجل انا بقول لك ما تنطقش، اسكت. طيب قوم اتهوى من هنا. يلا اتهوى. طيب حاضر يا ستي، ما تزعليش نفسك. هتهوى، انا هتهوى يا زكية. شايف المعازيم قد ايه؟ يبقى سعدية اشتغلت كويس. اهلا وسهلا. اهلا يا ست عدلات. اهلا. سنه وانتم طيبين. خدي يا ست زكيه، دي هديه بسيطه علشان حسنات. ولازمته ايه بس التعب ده؟ دبور. خد يا دبور. هاتي يا ست زكية هاتي. يا سلام، ده احنا بقى عندنا أوضة مليانة هدايا دلوقتي. هي العوالم لسه ما وصلتش يا ست زكية؟ لسه يا حبيبتي، انا بعت سعدية تستعجلني. معلش يا ستات، زمانهم جايين. دول أشهر عوالم في شارع محمد علي، وعقبال ما يلبسوا لبسهم بياخدوا وقت. العوالم جم. ده مين اللي بيخبط كده؟ دقيقة واحدة. الحقيقي يا ست زكيه، يا خرابي يا مصيبتي. ايه في ايه يا سعدية جرى؟ يعني القدر كان مستخبي والواد كان متربي. الواد ابني يا ست زكيه وقع من السطوح وشالته الاسعاف. يا ساتر يا حفيظ. اعمل ايه معروف؟ تعالي معايا اوام، الواد خلاص هيموت والفرصه هتفوت. اصله فتح عينيه وقال لي ايه يا اختي؟ قال لي قبل ما اموت يا وليه نفسي اشوف عمتي زكيه. طبعا لازم اروح. لا مؤاخذة يا ستات، لا مؤاخذة. لا معلش اللي حصل. اتفضلوا انتوا الاول، اروق البيت وبعدين اروح للاسعاف. يا عيني يا ابني. بقال لك ايه الواد يا سعدية؟ قال لي قبل ما اموت يا وليه نفسي اشوف عمتي زكيه. حبيبي يلا يا ستات اتفضلوا، اعملوا معروف، خليني اروح اشوف الواد لا يموت قبل الفرصه ما تفوت. الواد لا يموت قبل الفرصه ما تفوت. هي يا دبور بعت الهدايا؟ جابوا 30 جنيه. حلوين. الوقت بقى خد ال3 جنيه دول. 3 جنيه بس؟ حلوين، ما انت كنت قاعد لا شغله ولا مشغله. لسه الجايات اكتر يا دبور. يدوم عزك يا ست زكية. الله، امال فين سعدية؟ بعتها مشوار صغير. طيب سلام عليكم بقى. اشوفك بكره يا دبور، مع السلامه. بقى ده اسمه كلام يا ناس؟ ده اسمه كلام؟
يا ست زكية تاخدي هدايا الناس وتضحكي عليهم انت وسعدية؟ هي سعدية عندها عيال؟ اسكت انت يا ست زكية ما يصحش ولا كلمة. طيب. انت مالك؟ طيب. انا حر اعمل اللي انا عاوزاه. انا زكية زكية والاجر على الله. على فين يا سعطية؟ نازل. ما انا عارفة انك نازل، ودايما ان شاء الله باذن الله دايما في النازل. يا ساتر. لكن قول لي رايح فين النهارده؟ ما هو النهارده الحد والمحل اللي جبناهولك مسكوك. يا ستي انا نازل على القهوة رايح العب 10 طاولة مع اصحابي. طيب مع السلامة. مع السلامة يا سعطية. الله يسلمك يا اختي. يعني يا ست زكية، أنا شايفاكي كده يعني مزنقة في الطلعة والنازلة على سعطية. الراجل مادام في جيبه فلوس ما يبقالوش أمان. انت عارفة الدكانة اللي خدناها من الواد حسني اللي كان عاوز يتجوز حسنات قاعد فيها عطية دلوقتي. صحيح بيديني الإيراد يوماتي، لكن الأمر ما يسلمش، لازم يخنصر له جنيه ولا 2. لا يا ست زكية، ده الرجالة كوم وسعطية كوم تاني. وشرفك أغلب الرجالة كده اللي بيغيرهم الظروف. والراجل مادام تعبان ومش لاقي الدقة تلاقيه هادي مع مراته ويسمع كلامها، ونهار ما يدفي جيبه بقرشين اتفرجي عليه. ده رأيي أنا. أهلا، ده دبور يا ستي. اهلا وسهلا. ازيك يا سعدية؟ مساء الخير يا ست زكية، يا ست الكل، يا ريحة الورد والفل. الله ايه الوجاهة دي كلها يا دبور؟ على فين كده؟ والله انا جالي قرشين، قلت يا واد نزه نفسك وتفسح يومين، محدش واخد منها حاجة. وهتتفسح فين ان شاء الله؟ ده اهي دي بقى الاسئلة المحرجة يا ست زكية اللي انا ما اقدرش ارد عليها ابدا. مش قلتلك الراجل زي العربية، لما يبقى فيه بنزين يمشي، ولما يبقى معاه فلوس يتفسح. ايوه يا ست زكية، بس سعطية حاجة تانية غير صدبور. سعطية راجل على نياته. ده صحيح يا ست زكية. انا شخصيا بستغرب ازاي راجل بقى عمره 40 سنة ولسه خام كده. عطية مش خام يا دبور، عطية كان مكبوس عشان كان مفلس، انما الوقت بقاله شهر من يوم ما استلم المحل، وانا حاسة كده انه ابتدى يفتح يلعب بديله. ديله؟ هو عطية له ديل يلعب بيه يا ست زكية؟ ما انت قصة ديله من زمان. ديل الراجل زي ديل البرص، تقطعه يطلع تاني. والله انا صدق الكلام ده على كل الرجالة الا سعطية. والله وانا كمان، انا اول مرة من رأيك يا سعدية كده. طب ايه رأيكم بقى ان كلامي صحيح وان عطية ساهي وممكن الساهي يعمل دواهي؟ اسمعوا اللي انا هعمله.